السلام عليكم. نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة واللي أصبح حديث المصريين خلال الساعات الماضية. نظام البكالوريا كشف تفاصيله متحدث وزارة التربية والتعليم في مداخلة هاتفية، وقال إنه بيعمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بيعملها على تخفيف العبء على الطلاب في جميع المراحل الدراسية. اتكلم على بعض ملامح هذا النظام التعليمي الجديد البكالوريا بديل الثانوية العامة، وقال إن الهدف من نظام البكالوريا الجديد ليس الحفظ والتلقين، حيث يحق للطالب دراسة المواد التخصصية التي يريدها والتي تشمل أقسام الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال والآداب والفنون. أكد أن مقترح نظام البكالوريا الجديد لسه هتتم مناقشته في حوار مجتمعي أولا، ومن ثم عرضه على طاولة البرلمان المصري من أجل الموافقة النهائية عليه وللبدء في تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام المقبل. أشار كمان متحدث التربية والتعليم إلى أن المواد الأساسية لطلاب الصف الثاني الثانوي تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل الرياضيات والفيزياء. أما الهندسة وعلوم الحساب فتشمل الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع. أما الأعمال فبتشمل الاقتصاد مستوى رفيع، الرياضيات وقسم الآداب والفنون واللي بيشمل جغرافيا مستوى رفيع وإحصاء. أضاف كمان متحدث التربية والتعليم أنه بالنسبة لمواد الصف الثالث الثانوي فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة واللي بتشمل الأحياء مستوى رفيع والكيمياء مستوى رفيع. أما قسم الهندسة وعلوم الحساب فبيشمل الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء أيضا مستوى رفيع. أما قسم الأعمال فبيشمل الاقتصاد مستوى رفيع والرياضيات، قسم الآداب والفنون والذي يشمل جغرافيا مستوى رفيع وإحصاء. متحدث الوزارة قال إن دخول الامتحانات في نظام البكالوريا الجديد هيكون مجانا للمرة الأولى فقط، وبعد كده هيكون بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه. قال كمان إن الطالب الراسب أو الطالب الذي يريد تحسين مجموعه بإمكانه التقديم على دخول الامتحان مرة تانية، ولكن بالرسوم المقررة اللي هي 500 جنيه.